المرة اللي فاتت قررنا عن بيع منتجات، بس ايه هو المنتج؟ 90% من الناس في التجارة الإلكترونية فشلوا بسبب ان هم كانوا بيختاروا منتج يبيعوه غلط. قعدت 5 ساعات ادور على منتج يكون محدش بيبيعه، قعدت ادور على افكار كتير، قلبت في علي اكسبريس وتيك توك وجوجل ترند لحد اما الاقي منتج ينفع يكون وينر، وكل اللي لقيته ما كانوش ينفعوا، يا اما مش مسموح ان انا ابيعه اصلا. واخيرا بعد تدوير كتير جدا وصلت للمنتج اللي انا عايز ابيعه، ده اللي هعمل منه نص مليون جنيه. هتبقوا تعرفوا المنتج ده قدام. كلمت المصنع في الصين واتفقت معاهم على الكميه، واتفقت مع المستورد وشركه الشحن، وقال لي هنوصله لك في خلال شهر. دي نقط حطها في دماغك وانت بتدور على منتج. المنتج يكون سعره مش غالي واقدر اشتريه وابيعه، والسعر اللي ابيع بيه يكون اقل من المنافسين او يساويهم، يكون المنتج السوق مش متشبع بيه او لسه محدش باعه اصلا. افضل ان يكون المنتج بيحل مشكله، بس مش ضروري، لان انا اصلا كل المنتجات اللي عملت منها فلوس كانت منتجات تافهه. اكيد في الاول مش هتعرف تستورد من الصين، بس انا مش ناسيك، انا هقول لك هتعمل ايه. بتبدا بحاجه اسمها ماركت ريسيرش او ابحاث السوق. ده انك تقعد تدور على منتجات على امازون ونون وجوميا، وتشوف كل المنافسين اللي قدامك، وكمان اسعارهم والتقييمات اللي عليهم، وتشوف هل هتقدر تجيب المنتج ده وتبيعه ولا لا. ويا سلام بقى لو لقيت منتج انت تعرف توفره محدش بيبيعه. طب ده اصلا ما جاش معاك يا سيدي. بتنزل الاماكن اللي فيها المستوردين في القاهره زي العتبه والموسكي والنزهه الجديده، وانا مش ناسيك، هبعت لك الاماكن اللي بيتباع فيها كل حاجه في مصر. طب ده يا سيدي ما جاش معاك، هات لي طريقه تانية الله يسترها. في جروبات على الفيسبوك وعلى تليجرام مليانه مستوردين وكلهم بينزلوا البضاعه اللي هم بيبيعوها بالجمله. هتقول لي يا ميزو طب ما تطلع لنا افكار منتجات ممكن نبيعها. بص انا من الاوضه كده طلعت 5 6 منتجات. مثلا الكيبورد اللي ورايا ده شكله تحفه وريترو، انا جايبه قطاعي ب 120 جنيه، وعلى امازون ونون وجوميا مفيش حد بيبيع الستايلات القديمه من الكيبوردات دي خالص. المجات السيمبل دي ما لقيتش حد بيبيعها خالص. شايف دي انا جايبها من درب البرابره ب 100 جنيه تقريبا، ومحدش على امازون ونون وجوميا بيبيعوها. البراويز اللي زي دي البرواز نفسه ب 25 جنيه جمله، والطباعه اللي جوه ب 5 جنيه. يعني لو نزلتها على امازون او نون او جوميا وحطيت 1000 ديزاين اكيد هيطلب منها حاجه، لان كل اللي بيتباع على امازون براويز مفرغه. وانا معايا شويه فيديوهات ليك لازم تتفرج عليهم قبل ما تختار منتج. ابعت لي ايموجي العصفوره في الكومنتس وانا ابعت لك كل المواقع والاماكن والجروبات وكل حاجه اللي انا قلتها في الفيديو، واستناني الفيديو اللي جاي.